ما للدرب بات كأرملة، أليس في صفحات الماضي نجوم وأفراح؟ كم هو مخيف أن يكون صمت المدرجات هو القادم، وكم هي مرعبة أن تهدأ الحناجر بعد أن تخذل. في زمن النكران طالت الخيبات، وارتفع منسوب البخل الكروي. لسان حال الجماهير في عز الدرب ردد ويردد وسيردد: لماذا ترفضون إمتاعنا؟ ولماذا تطعنون قلوبنا التي أحبتكم وأبدعت في سبيلكم؟ ماذا فعلنا لكم؟ ألا نستحق رد الجميل؟ أيعقل أن يتحول تنافس اللاعبين فيما بينهم إلى صراع جديد بين الجماهير واللاعبين حول هوية من يصنع الفرجة أكثر؟ مجددا أدار اللاعبون ظهورهم لعشاقهم. على أرضية الملعب كان المشهد مؤلما. مستوى لاعبين لم يقترب حتى من حدود الارتقاء إلى مستوى وقيمة واسم اتحاد العاصمة ومعها مولودية الجزائر. لن يمر مرور الكرام ذلك المستوى الهزيل، ولن يكون الحكم بردا وسلاما، فلا يوجد لاعب يستحق أن يستحق جماهير الفريقين مرتين. سيتذكر كل من تنفعه الذكرى بأنكم أيها اللاعبون خيبتم في المواجهة 115، وسيتحدث العام والخاص عن الصورة البشعة التي أعطيتموها للدرب فوق الميدان، وكيف أن شجرة جماهيركم غطتكم وشبه كرتكم مجددا ومجددا. الحوار الكروي الذي زاد في الدرب فقرا لن ينساه أحد، أما عن المتسببين فوحدهم سيحملون على عاتقهم وزر سرقة فرحة أنصار جعلوا من أسوار ملعب 5 جويلية معقلا لفن وإبداع ضرب في مقتل. عندما يعم الصمت احتراما لجماهير استعرضت عضلاتها رونقا، فاعلموا بأن الخيانة في زمنها وجدت المخلصين.